السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد بالنسبة للسنة الثانية متوسط. نكمل في الدروس تاعنا مراجعة للفرد والاختبار بخصوص الفصل الثاني. بداية صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو اليوم غادي مطولش عليكم الهضره بزاف، المقدمة غادي تكون خفيفة ظريفة. فيديو اليوم هو عبارة عن درس المرجع ونسبية الحركة. ماذا نقصد بالمرجع وماذا نقصد بنسبية الحركة؟ رانا عرفنا المرجع في الفيديو اللي قبل هذا، وذكرنا أهمية المرجع في تحديد الحالة الحركية لجسم معين. مفهوم؟ تبع معايا المثال. عندنا هذا المثال، بهذا المثال ننطلق به ونعمر الجدول المباشر هنا في هذه الصفحة. هذا المثال عندنا فيه عندنا سيارة في حالة حركة، نحدد حالة الحركة واتجاه حركة السيارة بسهم. داخل هذه السيارة يوجد شخصين اللي هما الأب والابن أمامها، يعني بعيدا على الطريق يوجد شجرة ويوجد عمود إنارة والسيارة تمر على الطريق بالطبع. احنا الدرس تاعنا اليوم كيفاش نعمروا جدول تاع الحالة الحركية. مفهوم؟ اولا غادي نختار اجسام معينه ونكتبها في هذه الخانات. من بين الاجسام اللي موجوده في الوثيقه عندنا الابن، ولدينا خالد او عمود الاناره. لدينا الابن، لدينا عمود الاناره، ولدينا الطريق، ولدينا الشجره. مفهوم؟ الإبر اللي راه في السيارة، الطريق، عمود الإنارة والشجرة. بالنسبة للمراجع غادي نختار مراجع باش ندرسوا الحالة تاعنا. لدينا المرجع الأول هو الأب، السيارة نعتبرها كذلك مرجع، الشجرة نعتبرها مرجع، وعمود الإنارة كذلك نعتبره مرجع. كي نكملوا هذا الجدول غادي نعطيكم قاعدة مهمة جدا بها تعرفوا الحالات الحركيه تاع كاع الاجسام في كل التمارين. مفهوم؟ يعني تابعوا معايا الفيديو حبه بحبه ما تفوتوش. بسم الله. مثلا عندنا الابن، عندي هؤلاء الجسم والمراجع، يعني غادي ندرسوا الحاله الحركيه تاع الابن بالنسبه الى الاب. الابن بالنسبه الى الاب، الاب والاب راهم لزوج في السياره والسياره راهي تسير، كلاهما ساكنين. الاب راه ساكن والابن راه ساكن. بما انه المرجع ساكن فسوف يرى الجسم اللي بين ندرس الحالة الحركية تاعه ساكن. مفهوم؟ نملأ هنا بساكن. دروك غادي ندرسو عمود الإنارة بالنسبة إلى الأب. عمود الإنارة راه في مكانه. مفهوم؟ والأب راه في السيارة والسيارة راهي تتحرك. الأب بما أنه يتحرك يعني راه يغير من الموضع تاعه. ماذا نقصد بكلمة متحرك؟ يعني غادي يغير من موضعه بالنسبة إلى جسم آخر. بما أن الأب متحرك وعمود الإنارة ساكنة، فهنا المرجع الأب المتحرك سوف يرى عمود الإنارة بأنه متحرك كذلك. متحرك كذلك، يعني كي يكون عندنا مرجع ساكن سوف يرى الجسم الساكن بأنه ساكن. ولكن العكس، إذا كان المرجع متحرك فسوف يرى الجسم اللي راني باغي ندرس الحالة الحركية تاعه متحرك بالرغم من أنه ساكن. مفهوم؟ دروك الأب بالنسبة إلى الطريق غادي تكون متحركة، يعني دائما كي يكون أي جسم ساكن والمرجع يكون في حالة حركة فسوف يرى الساكن متحرك. مفهوم؟ الشجرة غادي يراها كذلك متحركة لأن الأب في حالة حركة. دروك نروحوا للسيارة، نعتبر المرجع السيارة. مفهوم؟ دروك السيارة والابن. الابن الحالة الحركية تاعها كيفاش غادي تكون بالنسبة إلى السيارة؟ الابن راه جالس داخل السيارة غادي يعتبر ساكن. مفهوم؟ دروك الحالة الحركية لعمود الإنارة بالنسبة إلى السيارة. السيارة متحركة سوف ترى عمود الإنارة متحرك. الطريق بالنسبة إلى السيارة متحركة كذلك لأن المرجع متحرك والجسم اللي راني باغي ندرس الحالة الحركية تاعه ساكن فسوف يعتبره متحرك. الآن الشجرة بالنسبة للسيارة كذلك متحركة غادي يعتبرها متحرك. دروك الابن بالنسبة إلى الشجرة، الابن في حالة حركة والشجرة ساكنة
فهنا المرجع الساكن سوف يرى المتحرك بأنه متحرك. عمود الإنارة بالنسبة إلى الشجرة كلاهما ساكنين، فستكون الملاحظة بين المرجع والجسم ساكن، يعني المرجع الساكن سوف يرى الجسم الساكن بأنه ساكن. والآن الطريق والشجرة كلاهما ساكنين، وهنا المرجع الساكن سوف يرى الجسم الساكن بأنه ساكن. الشجرة مع الشجرة هنا لا نستطيع ونضع علامة إكس، يعني دائما لاختيار الحالة الحركية تاع جسم معين يجب تحديد مرجع آخر، وهذا ما قلناه في الفيديو السابق. مفهوم؟ دائما المرجع يكون يختلف عن الجسم اللي رانا باغيين ندرسو الحالة الحركية تاعه، ونضع علامة إكس. والآن عمود الإنارة مع الابن، يعني الابن كيف ستكون حركته أو الحالة الحركية تاعه بالنسبة لعمود الإنارة. الابن في السيارة والسيارة تسير وعمود الإنارة ساكن، يعني المرجع الساكن سوف يرى الجسم المتحرك بأنه متحرك. عمود الإنارة بالنسبة لعمود الإنارة هنا دائما لا نستطيع، يعني ما نجموش كي يكون عندنا الجسم هو نفسه المرجع نضع علامة إكس. هنا كذلك الشجرة بالنسبة للشجرة لا نستطيع نضع عمود ولا نضع العلامة إكس، يعني المرجع لازم دائما يختلف على الجسم اللي رانا باغيين ندرسو الحالة الحركية تاعه. والآن عمود الإنارة أو الطريق بالنسبة إلى المرجع عمود الإنارة، للزوج ساكنين ملا المرجع غادي يشوف الجسم الساكن بأنه ساكن. الشجرة بالنسبة لعمود الإنارة ساكن، يعني جسم كي يكون ساكن هنا غادي يعتبره ساكن. غادي نعطيكم قاعدة تعتمدوها. مفهوم؟ كي يكون عندنا ساكن مع ساكن، يعني هنايا المرجع يكون ساكن، يا إما يكون مرجع ساكن مع الجسم اللي راني باغي ندرس الحالة الحركية تاعه ساكن. هنايا الحالة الحركية تاع هذا الجسم غادي تكون ساكنة في حالة ما إذا كان المرجع ساكن والجسم اللي راني بندرس الحالة الحركية تاعه ساكن، ستكون الحالة الحركية تاع هذا الجسم الساكن ساكنة بالنسبة للمرجع الساكن. الآن إذا كان الجسم ولا المرجع متحرك زائد الجسم ساكن، أو العكس إذا كان المرجع ساكن والجسم متحرك. هنا إذا كان المرجع متحرك والجسم ساكن، هنا غادي تكون الحالة الحركية تاع هذا الجسم متحرك بالرغم من أنه ساكن، ولكن كي يكون فيهم واحد منهم متحرك غادي نعتبره متحرك. هنا العكس، لا كان المرجع ساكن والجسم متحرك فسيبقى الجسم متحرك بالنسبة للمرجع. مفهوم؟ ساكن مع ساكن يعطيني ساكن، متحرك مع ساكن يعطيني متحرك، ساكن مع متحرك يعطيني متحرك. دروك نروحوا للأخيرا، لكن عندنا للزوج متحركين، يعني المرجع متحرك والجسم متحرك. هنايا غادي ندخلوا في السرعة. هنايا باش ندرسوا الحالة الحركية تاع الجسم لازم تكون عندنا السرعة، لكن السرعة متساوية، يعني المرجع مع الجسم تكون عندهم نفس السرعة، ولا كان عندهم سرعة مختلفة. هنا في حالة ما إذا كان عندهم نفس السرعة يعني يتحركوا بسرعة متساوية، في هذه الحالة المرجع غادي يشوف الجسم المتحرك بأنه ساكن، لكن عندهم نفس السرعة غادي يكون ساكن. ولا كانوا مختلفين في السرعة، يعني الجسم الذي نريد دراسة الحالة الحركية تاعه يختلف السرعة بالنسبة للمرجع، هنا غادي المرجع يرى الجسم بأنه متحرك. مفهوم؟ في التمرين هنا يقولوا لكم مثلا راني باغي ندرس الحالة الحركية مثلا تاع السيارة، هذه تاع السيارة مع شخص يتمشى. انا غادي ندي المرجع هذا الشخص اللي راه يتمشى، مثلا نسميها منى، بين ندرس
حركة السيارة بالنسبة إلى منى، ومنى راهي تسير، راهي تتمشى، والسيارة كذلك تتمشى، بصح السيارة تتمشى أسرع من منى. هنا مالا شكون اللي راهي غالبة في السرعة؟ السيارة، يعني راهم في سرعة مختلفة. بما أنهم في سرعة مختلفة، فهنا منى اللي نعتبرها مرجع سوف ترى الحالة الحركية تاع السيارة بأنها متحركة، لأنهم في سرعة مختلفة. مفهوم؟ بالعكس، إذا جبت سيارة أخرى تتمشى مع هذه السيارة بنفس السرعة، مثلا السيارة تاع الأب مع الابن مع سيارة تاع جارهم، يكونوا يتمشوا بنفس السرعة، مثلا 80 كيلومتر على الساعة، يعني نفس السرعة. هنايا غادي السيارة تاع الجار ندوها مرجع، غادي تعتبر السيارة تاع الأب والابن ساكنة، لأنها تتمشى بنفس سرعة الجار أو بنفس سرعة سيارة الجار. يعني في حالة ما إذا كان المرجع متحرك والجسم متحرك، هنا غادي ندخلوا السرعة. لا كانت السرعة بيناتهم متساوية، هنا غادي المرجع يعتبر الجسم أنه ساكن، وإذا كانت السرعة مختلفة غادي يعتبر متحرك. هذه القاعدة العامة باش نملئوا بها هذا الجدول تاع المرجع تاعنا. دروك روحوا الخانة الثانية تاع ولا المفهوم الثاني، ماذا نعني بنسبية الحركة؟ هذا المفهوم المهم، وهو مبدأ ميكانيكي مهم جدا في الفيزياء أو في الظواهر الميكانيكية. نسبية الحركة، تبعوا معايا هنايا من الجدول غادي نكتشفوا ما معنى كلمة نسبية الحركة. تبعوا هنايا، مثلا أنا درست الحالة الحركية تاع الإبن بالنسبة لهذه المراجع. في هذه الحالة عندي 4 مراجع. مثلا الحالة الحركية تاع الابن بالنسبة للمرجع الأول اللي هو الأب، كيفاش كانت؟ ساكنة، يعني الابن كان ساكن بالنسبة إلى الأب. مفهوم؟ ندو المرجع الثالث أو المرجع الثاني اللي نعتبره الشجرة. الابن بالنسبة للشجرة كان متحرك، يعني الابن كان ساكن بالنسبة للأب وكان متحرك بالنسبة للشجر. هذه وينتا في نفس الوقت. أنا الجدول تاعي هذا راني نعمره يعني في نفس اللحظة تاع السيارة، يعني في نفس اللحظة. شوفوا، الابن كان ساكن بالنسبة للأب وكان متحرك بالنسبة للشجرة. هذه نسموها نسبية الحركة. يعني جسم واحد اللي هو الابن قادر يكون متحرك وقادر يكون ساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين. هذه هي نسبية الحركة. مفهوم؟ يعني نسبية الحركة يعني يمكن لجسم أن يكون، هذه تحفظ، ساكن ومتحرك في نفس الوقت بالنسبة إلى مرجعين مختلفين. مثلا في هذا المثال دينا الابن بالنسبة للمرجع الأول الأب، وبالنسبة للمرجع الثاني هو الشجرة. أي من هذا الجدول شكون يجبد لي جسم آخر راه يتطرق إلى نسبية الحركة؟ خمو فيها مليح. صح، عندنا عمود الإنارة. بالنسبة للمرجع الأول الأب كان متحرك، بصح بالنسبة للشجرة كان ساكن. هنا كاين نسبية الحركة. ندو الطارق كذلك، بالنسبة للمرجع تاع السيارة كان متحرك، بصح بالنسبة للشجرة كان ساكن. مفهوم؟ هذه نسبية الحركة، يعني الجسم قادر يكون متحرك وساكن في نفس الوقت كي نبدلوا له مراجع مختلفة. يعني نسبية الحركة تتعلق بالمرجع. مفهوم؟ إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو تاعنا. إن شاء الله كنت فدتكم. بالتوفيق وربي ينجحكم إن شاء الله.